السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة سهلة وسريعة قوي، كيكة ال10 دقايق. كيك شاتوه في 10 دقايق هتكوني مخلصة وهتحطيه في الفرن، يا دوبك وقته في الفرن. كيك هش وجميل قوي بصوص الشوكولاتة التقيل الاقتصادي. هنعمله كله يعني مع بعضه، حاجة سهلة وبسيطة، مش هتاخد معاكي وقت، وتحلية سريعة. واكيد طبعا كل الاطفال بيحبوه وكل البيت بيحبه. معايا بقى المقادير بتاعتي: 3 كوبايات من الدقيق، تكوني نخلهم كويس قوي، ومعايا كوباية ونص من السكر، وثلاث حبات من البيض، وكوباية من الزيت، وكوباية ونص من الحليب، وهنا معايا 3 معالق من الكاكاو الخام، كيس فانيليا، وكيس بيكنج باودر، ومعلقتين او معلقة من الخل. هحط دلوقتي البيكنج باودر على الدقيق بتاعي وهسيبه على جنب. هقلبه كويس مع بعضه، طبعا نكون نخلين الدقيق كويس قوي. وهاجي دلوقتي هنخل الكاكاو، لان الكاكاو لو انتي بتحسي ان هو بيعمل كده زي بيكون مخرز في الكيكه او طعمه مش حلو قوي، يا ريت يكون كاكاو خام اللي هو الاسباني عشان يديكي النتيجه حلوه قوي. فلازم تنخليه عشان ما تحسيش ان هو مخرز كده في الكيكه. تمام، دلوقتي هحط السكر بتاعي في الخلاط، بس مش هحطه كله عشان صوص الشوكولاته ما يكونش مسكر قوي. هسيب شويه كده يجي نص كوبايه، وهضيف الزيت والكاكاو وكيس النسكافيه. بيديها نكهة حلوة قوي، بتحسي كأن الشوكولاتة بطعم القهوة. يا ريت لو كيس النسكافيه تكون قهوة سادة. هحط بقى برده كوباية واحدة من الحليب، كوباية وشوية، وهسيبت الشوية الباقيين هضيفهم في الآخر حبة بحبة عشان الكيك بتاعي. اهو كده انا هاخد بقى حوالي كوباية كبيرة في البولة اللي كان فيها الكاكاو كده، اخدت فيها حوالي كوباية كبيرة مليانة، دي اللي هنحطها على الوش. تمام، ده صوص الشوكولاتة بتاعنا، شايفين تقيل ازاي ولونه غامق وجميل قوي. حطيت معلقة من الخل، واحط الثلاث حبات من البيض، وكيس الفانيليا، وباقي كمية السكر، وبقية الحليب، حوالي النص كوباية الباقية حطيتها. هضرب بقى المكونات دي كويس قوي مع بعضها في الخلاط، وهنزل بيها بقى على الدقيق بتاعي، وهنقلب كويس قوي. وهنا كنت حاسة ان الخليط تقيل شوية والبولة كانت صغيرة عليه، فجبت حاجة اوسع شوية ان انا اعرف اضرب فيها. بصوا الخليط بتاعي كان تقيل شوية، فجبت له حوالي ربع كوباية من اللبن، وبقيت اضيف شوية بشوية. اهو كده لحد ما القوام بقى كويس معايا، شوية خف شوية. وجبت القالب بتاعي مدهون سمنة ومبطناه بدقيق، وهفرد بقى الخليط بتاعي ده كده في القالب كويس. هنهز الصينية كده ونخبطها خبطتين عشان نتأكد ان كل الخليط، والحركة دي عشان بطلع اي هواء او اي فقاقيع بتكون على الوش. وادي الكيك بتاعي بعد ما خرج، بنختبره بخلة قبل ما نطلعه. طبعا الفرن يكون متسخن، وبندخله على درجة حرارة 180 على الرف الاوسط، وتكوني مسخنة الفرن من قبلها، من قبل ما تبتدي تعملي في الكيك بتكوني مسخنة الفرن كويس قوي. وبنخرمه كويس كده عشان لما نحط الصوص الشوكولاتة ينزل فيه من تحت ويغرقه كده، وتبقى غرقانة في الصوص ده. بس وافرده على الوش كده. بصوا صوص الشوكولاته ده تحفه بقى، وطعمه كده وهو يعني بالكيس النسكافيه بيدينا ريحه القهوه فيه، بيبقى تحفه بجد. ولا يا ريت لو البن عندك يكون قهوه ساده، هتديكي طعم احلى بكتير.
حطي لايك للفيديو لو اول مرة تشوفي قناتي، ياريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس لو الوصفة عجبتكم، ما تنسوش اللايك. بصوا كيك تحفة وسهلة قوي، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.